السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ يا اهلا بيكم كلكم معايا. هعمل لكم النهارده ان شاء الله شويه فطاير جبنه كده، برضو كفكره من افكار نديها لاولادنا للمدرسه. مش لازم يكون عندنا لانش بوكس، يعني في ناس ما عندهاش اللانش بوكس. نعمل شويه فطاير كده ونحطها في اكياس مع تفاحية مع موزة، مع اي حاجه حلوه كده لاولادنا في المدرسه. نبدأ بسم الله. حطيت هنا في البولة كوباية حليب دافي وكوباية مية دافية. حطيت معلقتين سكر ومعلقة خميرة. اقلبهم طبعا مع بعض عشان السكر يدوب وينشط لي الخميرة. نغطيها ونسيبها شوية بس عشان اضمن ان الخميرة بتاعتي هتتفاعل. شفنا الفقاعات كده على سطح السائل، يبقى كده تمام. ابتدي احط بقية المكونات. حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر وشوية ملح وبيضة وربع معلقتين زيت، بس الحقيقة معلقتين كبار زيت وربع معلقة خل بس عشان البيضة. نقلبهم كلهم مع بعض كده. انا حطيت كل المكونات. ابتدي بقى اضيف الدقيق. الدقيق ده عندي خليط من دقيق كامل الحبة ودقيق عادي اللي هو جميع الاستعمالات. انا الحقيقة خلطت 2 كيلو من الدقيق العادي جميع الاستعمالات وكيلو كامل الحبة، وباخد منهم للمعجنات بالذات علشان تبقى حاجة مغذية لأولادنا. لان طبعا انتوا عارفين الدقيق كامل الحبة بتبقى فيه القشرة بتاعت القمحة اللي هي لما بتطحن بنسميها الردة. فطبعا الردة دي ألياف مفيدة جدا لولادنا في الهضم وكشيء مغذي ليهم. بعجن بقى انا. طبعا انتوا هنا شايفين العجينة طرية شوية، فانا هنا ضفت نص كوباية دقيق كمان. هي انا كنت عاملة نص كيلو، ضفت نص كوباية كمان. ابتدي بقى اعجنها. حطيتها على المفرش وابتدي اعجنها. انا بعجن بايدي هنا لانه نص كيلو مش محتاج ان انا اعمل العجانة. انا حطيت هنا معلقة كبيرة زبدة. الزبدة طرية، لا هي سايحة ولا هي جامدة، عشان تتداخل في العجينة. المفرش كان مضايقني في العجين فشلته وعجنت على الرخامة وفضلت اعجن لغايه ما العجينه اتلمت معايا. فهي بالظبط اخدت نص كيلو ونص كوبايه. النص كيلو 4 كوبايات عياريه. لازم افضل اعجن فيها لغايه ما تبقى العجينه ناعمه في ايدي وما بتلزقش. هنا لسه ملاحظين انها بتلزق اهي. لازم افضل اعجن لغايه التلزيقه اللي فيها دي ما تروح. كل ما اعجن كل ما التلزيقه اللي في العجينه تروح مني. مش هحط دقيق تاني ولا حاجه. لازم هنا الدقيق يتشرب كل السائل بان انا افضل اعجن فيها. بعجن بعد ما عجنت بمسكها بقى وارزعها كده في الرخامه. ارفع ايدي وانزلها كده لتحت لغايه ما احس ان هي بقت العجينه بقت جميله طريه. يعني بتلزق حاجه بسيطه بس. لو مسكت بايدي التانية اللي هي مش بتعجن هلاقيها ما بتلزقش، بس هي ناعمة وسطحها املس واتعجنت كده اخدت حقها في العجين. نفس البولة اللي كنت بعجن فيها احط شوية زيت واحط بقى العجينة فيها اغطيها طبعا علشان اسيبها تختمر. طبعا في الحر اللي احنا فيه دوت هي ما كملتش ربع ساعة وكانت اختمرت. اذا الشتاء المهم ان انت سواء شتاء او صيف بتسيبيها لغايه ما تلاقيها عليت معاكي او بنقول اتضاعف حجمها. لازم احط تحتها فوطه كده عشان الرخامه طبعا ساقعه، واغطيها بفوطه برضو وسبتها. بعد ربع ساعه تقريبا كده
لقيتها بقى عليت اهيت وكده اختمرت. نشوف بقى هنشكلها ازاي. فردتها بقى بايدي كده وهبتدي اقطعها علشان كل شريط من دوت هقطعه قطع تبقى واكورها. شايفين العجينة جميلة وطرية ازاي وناعمة جدا. هبتدي كل قطعة بقى اكورها كده. عقبال ما خلصت تكوير القطع كانت طبعا خلاص ارتاحت. طالما ارتاحت العجينة ابتدي افرد فيها. شايفين ولا محتاجة نشابة ولا حاجة. العجينة طرية وجميلة وبتتفرد معايا على طول وما بتردش تاني بعد ما بفردها، لان دي معناها كده اخدت راحتها خلاص. ابتدي بقى اشكلها. انا بفردها هنا تقريبا شكل كده مستطيل. والتلت الاخير من تحت ببتدي اقطعه شرايط. اقطعه شرايط علشان اعمل كل شريطين كأنهم ضفيرة، الفهم كده على بعض. يعني نشكل، انا انتوا لاحظتوا ان انا بعمل فطاير كتير وكل مرة بعملها بشكل برضو عشان ايه؟ تغيير لولادنا. حتى لو نفس الحشو غيري من التشكيل، تفتحي نفس ولادك كده على الاكل يبقوا فرحانين بالحاجة اللي واخدينها المدرسة. والله يا جماعة ان الحاجات ديت الحاجات في البيت صحيح الدنيا غليت، بس الحاجات الشغل في البيت انك تعملي لولادك بالنسبة للي بنشتريه من بره ولا حاجة. انا وريتكم هنا دي الجبنة القريش اللي انا كنت عاملاها. هرستها كده شوية بالشوكة وضفت لها معلقة صغيرة زبدة. ولو ان هي والله ما كانت محتاجه، لان انا عاملاها كنت عامله القريش بالحليب كامل الدسم، ما اخدتش منه اي حاجه. المهم ابرم دلوقتي العجينه على الجبنه واظبط كده الجناب من الجناب واكمل لفها. وفي الاخر الاطراف بتاعه الضفاير لازم اثبتها كويس وادي الشكل بتاعها. اعمل لكم واحده كمان. شايفين العجينة مش محتاجة نشابة ولا محتاجة اي حاجة، مجرد ما بتفرديها بايدك بتبقى ناعمة معاكي ولينة وجميلة. لو ما عندكيش الروليت دوت بسكينة مفيش اي مشكلة يعني. ممكن تحشيها بجبنة مثلثات او جبنة كريمي اللي هي مثلا كريس بريد، لافاش كريه. بس بلاش تحشوها بالجبن اللي هي بتمط، لانها برضو مهما انت كنت بتقفلي الفطيرة كويس برضو بتخرج منها، لان هي لما بتسيح جوه بتدور على اي منفذ تخرج منه علشان بيتكون بخار جوه لما هي بتسيح. فالافضل انه جبنه بريزيدون اللي هي في العلب دي، جبنه مثلثات، جبنه قريش. بس لو جبتي جبنه قريش جاهزه لازم تحط لها الزبده وبيضه كمان. انما اللي معموله في البيت دي لانها حليب كامل الدسم كان ممكن قوي انا ما احطش قطعه الزبده. نكمل مع بعض
تشكيل الفطيرة. كده خلصت تشكيل الصاج. دي عندي بيضة، جبت شوية مية دافيين في معلقة وحطيت عليهم شوية نسكافيه، دوبتهم في المية وبعدين حطيتهم على البيضة علشان بس النسكافيه يضيع زفارة البيضة. هدهن بيهم بقى. طبعا انا بدهن بعد ما اختمرت، لما اكون خلاص هدخلها الفرن. طبعا وانا بشغل الفرن على 190 او بالكتير 200 عقبال ما بشكل الفطاير بتاعتي يكون الفرن سخن. انا برش هنا سمسم. عايزه تحطي سمسم وحبه البركه كويس، بس انا الحقيقه احفادي مش بيحبوا حبه البركه فعملتها لهم بالسمسم. كملت التشكيل النص كيلو بتاعي. حطيتها في الفرن، اخدت معايا تقريبا ربع ساعة. اما شغلتش الشواية ولا حاجة، لانه انا بحطها في الرف اللي اعلى من النص، فبتستوي من تحت ومن فوق مع بعض. شايفين جميلة ازاي، وطرية جدا وهشة، وطعمها في منتهى الجمال. الزبدة والبيضة الحقيقة بيدوا للعجينة طعم جميل جدا جدا. يا رب تعملوها وبألف هنا وشفا.